مرحبا بالجميع. اليوم أود أن أتحدث معكم عن التهاب المعدة الحاد. يحدث التهاب المعدة الحاد بسبب التوتر ومسكنات الألم التي تعرف بالأدوية المضادة للاستهبات غير الستيرويدية وعدوى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري. وأود أن أؤكد على هذه العدوى ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري. ما هي؟ هذه عدوى تسببها بكتيريا تسمى هيليكوباكتر بيلوري. يمكن أن تنتقل من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق عبر اللعاب، البراز، من خلال الطعام والماء الملوثين، ومن خلال الأدوات التي تلوثت بالبكتيريا ولم يتم غسلها بشكل صحيح. عوامل الخطر تشمل الأماكن المزدحمة أو إمدادات المياه غير الصحية أو تصريف المجاري السيء. لذلك عادة ما ترى هذه الحالات في البلدان النامية. المرضى المصابون ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري يأتون إلينا وهم يعانون من آلام في المعدة، وهي آلام في منطقة الشرثوف، قيء، غثيان، فقدان الشهية، فرقة أو فقدان الوزن. هناك اختبارات متنوعة مثل الاختبارات التنظيرية وغير التنظيرية لتشخيص عدوى هيليكوباكتر بيلوري. عندما يتم تأكيد العدوى، ننصح المرضى بإكمال دورة العلاج التي تعطى عادة لمدة أسبوعين. تأتي على شكل مجموعات مضادة لبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري. للتحدث بالمصطلحات الطبية لدينا العلاج الرباعي القائم على البزموت، العلاج الثلاثي القائم على الكلاريثروميسين، العلاج الثلاثي القائم على الليفوفلوكساسين، وهكذا. وأحد الكيانات المشتركة في هذه العلاجات هو مثبطات مضخة البروتون. مثبط مضخة البروتون هو بيبيلين. نوصي بأدوية من الجيل الأحدث مثل رابيبرازول أو إيزوميبرازول مع المضادات الحيوية الأخرى التي تأتي كمجموعة. شيء أود التأكيد عليه هو أن يرجى إكمال دورة العلاج التي يقدمها لك الطبيب المعالج. عادة ما يتم إعطاء العلاج لمدة أسبوعين، حتى إذا كان هناك علاج للأعراض يرجى عدم التوقف عن تناول الأدوية في المنتصف وإكمال العلاج، لأن أحد عوامل الخطر أو المضاعفات التي تسببها عدوى هيليكوباكتر بيلوري هو سرطان المعدة. عادة ما نرى قرح التهاب المعدة، ولكن إذا وصلت إلى أقصى حد يمكن أن تؤدي إلى سرطان المعدة، والذي يمكن الوقاية منه بالعلاج المناسب. شكراً لك.